السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الأخضر الغالي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أخضر وأكثر. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم جدا قبل كأس العالم 2026، وهو أبرز 5 لاعبين سعوديين يمكنهم التألق بشكل كبير في المونديال القادم. المنتخب السعودي حاليا في معسكر أوستن، والتحضيرات على قدم وساق تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس. فمن هم اللاعبون الذين سيكونون نجوم الأخضر في أمريكا 2026؟ خلال هذا الفيديو راح أرتب لكم أفضل 5 لاعبين مع تحليل منطقي لكل واحد، ليش أتوقع له التألق وإيش دوره في المنتخب. لو أنت من عشاق الأخضر لا تنسى تعمل لايك للفيديو من الآن، وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. المركز الخامس نواف العقيدي. نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي والنصر، عمره 26 سنة فقط، لكنه أصبح عمودا أساسيا في التشكيلة. في التصفيات الآسيوية كان له تصديات أسطورية، خاصة في الدقائق الحرجة. نواف يتميز بسرعة ردة الفعل وشجاعته في الخروج من المرمى وقدرته على اللعب بالقدم. في مونديال 2026 مواجهة إسبانيا وأوروغواي راح تكون صعبة جدا على الدفاع، وهنا يأتي دور نواف كجدار حديدي. أتوقع أنه يحقق كلين شيت على الأقل في مباراة واحدة، وربما يتصدى لضربة جزاء. نواف هو مستقبل حراسة المرمى السعودية. وأكبر الكرة العرضية خطيرة بالراس، يا إلهي. ضاغط الكرة العرضية خطرة، هي خطرة، لكن المركز الرابع سعود عبد الحميد. سعود عبد الحميد هو اللاعب الوحيد حاليا الذي يلعب في أوروبا، وهذا يعطيه خبرة مختلفة عن باقي اللاعبين. مدافع قوي بدنيا، سريع، ويجيد التقدم للأمام وصناعة الهجمات. دونيس يعتمد عليه كثيرا في الجهة اليمنى سواء في الدفاع أو الهجوم. في مونديال 2026 سعود راح يكون من أهم الأسلحة الدفاعية والهجومية للأخضر. أتوقع له أداء مميزا يجعله محط أنظار أندية أوروبية أكبر. المركز الثالث فراس البريكان. فراس البريكان هو رأس الحربة الأول للمنتخب، يتميز بقوته البدنية، مهارته في الرأسيات، وسرعته في التحولات الهجومية. سجل أهدافا مهمة في التصفيات، وهو قادر على استغلال أي كرة عرضية أو طويلة. لو حصل على تمريرات جيدة من سالم الدوسري أو اللاعبين الآخرين، فراس قادر يسجل أكثر من 2 أو 3 في المونديال. هو سلاحنا الفتاك في منطقة الجزاء. المركز الثاني مصعب الجوير. مصعب الجوير هو الجوهرة الشابة في خط الوسط. رغم صغر سنه أصبح لاعبا أساسيا تحت قيادة دونيس. يتميز برؤيته الممتازة للملعب، تمريراته الحاسمة، قدرته على الاختراق وتسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء. مصعب يمثل الجيل الجديد للمنتخب السعودي. أتوقع أنه يكون واحدا من أفضل لاعبي الوسط في آسيا خلال المونديال، وربما يسجل هدفا أو يصنع أكثر من هدفين. والآن المركز الأول وبدون منازع سالم الدوسري. سالم الدوسري هو قائد الأخضر وأسطورته الحية، صاحب الهدف التاريخي ضد الأرجنتين في مونديال 2022. رغم أنه تجاوز 34 سنة، إلا أنه ما زال يقدم مستويات عالية مع الهلال والمنتخب. هذا المونديال ربما يكون آخر مشاركة له في كأس العالم، وأنا متأكد أنه يريد أن يترك بصمة أكبر من 2022. سالم هو اللاعب الذي يستطيع أن يغير مجرى المباراة بمفرده، سواء بتسجيل هدف أو بصناعة فرص. هو الرمز والقائد والأمل الأول لكل جمهور الأخضر. هذه كانت قائمتي لأبرز 5 لاعبين سعوديين قادرين على التألق في مونديال 2026. قل لي في التعليقات، هل توافق على هذه القائمة؟ من هو اللاعب السادس الذي تراه يستحق الدخول في القائمة؟ وتوقعاتك لمباراة الأخضر القادمة أمام أوروغواي؟ لو عجبك الفيديو ساهم في دعم القناة بلايك واشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك محبي الأخضر. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد من قناة أخضر وأكثر. السلام عليكم ورحمة الله، وفوقها الأخضر دائما.